كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر والنادي الاهلي وعضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي هيكون معانا ان شاء الله في حلقتنا في الملاعب اليوم. وليد صلاح الدين من افضل من انجبت الكره المصريه طبعا، والنادي الاهلي احد الموهوبين القلائل الموجودين في تاريخ الكره المصريه، واختياره كعضو في لجنه الكره بالنادي الاهلي اختيار يعني من وجهه نظري اختيار موفق جدا جدا جدا. وليد من الناس اللي بتفهم كوره، اللي بيتابع وليد وبيشوفه في الاستوديوهات التحليليه، من الناس اللي ليها رؤى جيده جدا، بيعرف يتفرج على المباريات، بيعرف يقرا الماتشات كويس، متابع جيد جدا، لعيب كوره مهاري كان بشكل فذ. يعني وليد هيكون معانا ان شاء الله ضيف معانا النهارده، هنتكلم معاه في حاجات كتيره جدا عن مستقبل النادي الاهلي واللجنه لجنه الكوره ومسؤوليات لجنه الكوره، وهو نفسه شايف الدنيا ازاي فيها في لجنه الكوره. ان شاء الله تكون حلقه مميزه مع نجم مميز الكابتن وليد صلاح الدين. نروح للنادي الاهلي، ويمكن عنده اخبار كتير النهارده للنادي الاهلي. زميلنا احمد ابو طالب رئيس التحرير النهارده جايب لنا اخبار كتير من النادي الاهلي. الاول يمكن اخبار ساره، يعني الاهلي بينهي اتفاقه مع صالح جمعه وحمدي محمود حمدي ورجب نبيل، محمود حمدي من الجيش ورجب نبيل من دجله وصالح جمعه من امبي. لغايه دلوقتي يمكن يعني طبعا الكلام مش نهائي، ولكن الامور واصله ل طريق يعني الحاجات النهائيه خلاص. الكلام بالاقناع مع هؤلاء اللاعبين، في لعيبه مقتنعه وفي لعيبه لسه بتشاور عقلها، وفي لسه بعض الامور المطروحه. لكن انا عايز اقول حاجه تحديدا في هذا الموضوع، وهي معلومات اعلمها يقينا يعني، وهو موضوع يمكن عن امبي وصالح جمعه ولاعيبه امبي بالذات، لان اللي انا اعلمه ان لعيبه امبي جاي لها برضه عروض من نادي الزمالك، وطبعا في من النادي الاهلي. طبعا علاقه كابتن علاء عبد الصادق بمنظومه امبي علاقه وطيده جدا وعلاقه جيده جدا، واستاذ محمود طاهر طبعا وان شغله في البترول برضه عنده نفس هذه العلاقه، وبالتالي الامور يعني تقريبيه بشكل كبير للنادي الاهلي. ولكن ده يمكن من الحاجات اللي انا عايز اقولها، لان انا اللي عرفته ان في مسؤول في النادي امبي بشكل كبير بيحاول يقنع لعيبه امبي اللي هيمشوا، يعني لو حد هيمشي ان هم يقنعوه بالنادي الاهلي وليس نادي الزمالك، وبيقول له روح النادي الاهلي، النادي الاهلي هو احسن، هو اكثر استقرار. بلاش الحاجات دي، انت راجل مسؤول خليك دايما حيادي. لو الاهلي جاب لك فلوس اكتر يروح النادي الاهلي طبعا، لو الزمالك جاب لك فلوس اكتر يروح نادي الزمالك، لان هي دي في الاخر فلوس دوله، وده نادي حكومي، انت مش نادي خاص زي ماجد سامي. الاحسن ليك كنادي يروح، وليس العلاقات، وليس انك تفضل تقنع في لعيب. انا مش هقول اسم المسؤول، ولكن ده حدث وبيحاولوا يقنعوا اللاعبين بالنادي الاهلي فقط. وممكن يكون حصل السنه اللي فاتت الزمالك مع الشرطه برضه نفس الكلام. يعني انا بتكلم على توجيه المسؤولين للعيبه بحد ذاتها ان نروح نادي معين، ده غلط بشكل كبير. انت توجه اللي يدفع اكتر وتستفيد منه اكتر، لكن ان انت توجه واحد تقول له تروح هنا او هنا وانت مسؤول، مش من حقك، وانت كده مش يعني مش مسؤول بجد عن نادي كبير زي نادي امبي او اي نادي يعني، واهدار للمال العام، لان ممكن النادي الثاني يدفع لك فلوس اكتر، لكن انت بتوجه اللعيب انه يقول حته معينه. وانا مش هقول اسم هذا المسؤول، لكن بقول له بلاش التوجيه لاي لاعب، خلي دايما المصلحه العامه اللي هي النادي هي اللي قدامك، اللي هيدفع فلوس اكتر خليه يروح هو النادي اللي هو يدفع لك فلوس اكتر زي اي حته في العالم. لكن انت تقول له بقى تروح هنا، تروح الزمالك اصل هم كويسين، او تروح الاهلي اصل هم كويسين، مش شغلتك ومش مسؤوليتك خالص. طول ما هو انت عايز تبيعه خلاص يبقى تعلن اعلى سعر، ولكن انك توجه، بلاش توجيه اللاعبين، خلي كل لعيب يختار، او انت حط رقم وخلي اللي يدفع لك الفلوس هو اللي يقدر يجيبه. لكن بلاش التوجيه، وبلاش تقول له هنا احسن هنا احسن لك، انا رايي تروح في كذا. ما تقولكش رايي في هذا الموضوع، الراي هو راي اللاعب، الراي الوحيد هو الفلوس والماده، لان انت نادي تتبع الحكومه وليس نادي خاص مسؤول انت مسؤول عنه. يعني مثلا لو ماجد سامي هو اللي عمل كده اقول لك فلوسه براحته اللي هو عايزه، ده فلوسه وناديه يعمل اللي هو عايزه فيه. ولكن نادي امبي، نادي الشرطه، نادي اي نادي تابع للدوله، اعتقد ان التوجيه ممنوع بشكل كبير جدا. زي ما قلت لكم يمكن العلاقات الشخصيه في الموضوع ده علاء عبد الصادق طبعا كابتن علاء والاستاذ محمود طاهر مع امبي بتلعب بشكل كبير جدا جدا في توجيه الصفقه للنادي الاهلي. لكن الزمالك مش ساكت، والزمالك بيحاول يتكلم مع اللعيبه اللي هو عايزها، ان كان صالح جمعه او كهربا، وبيحاول يتكلموا معاهم، بيحاولوا يوصلوا للنادي الاهلي لنادي امبي. ولكن حتى الان زي ما قلت لكم لسه الامور مش واضحه، لكن تقترب للنادي الاهلي بعض الشيء.